انا في الحق حقك، ما يمنعك حتى حد، حتى كان البعض ما يرتاح لكش، مش مشكلته هو، مش مشكلتك انت. انت حقك تترشح وحقك تمارس هذا الحق. وانا بالحق معناتها منبهره بالشجاعه نتاعك كيفاش وصلت وترشحت لمجلس نواب الشعب. لكن حاجه بركه انا مش متفاهم معك فيها. اولا قلت الديمقراطيه اليه تداول سلمي على السلطه، مش فقط اليه تداول سلمي على السلطه، وهذا جوهر الاختلاف ما بين اللي كنت تقول فيه وما بين اللي احنا حطيناه في الدستور والا اللي احنا نعتبروه في الدوله المدنيه. يعني اراده الشعب لا تقتصر في اني انتخبتك مشيت على روحك ومن بعد باش تحكم بما انت تراه، انت معناتها انت تراه تفسير لايه الله. وانت مع دوله علمانيه ستدير مش دوله علمانيه. مش نحن ناتي بالبديل والشعب له الحق في ان يختار. سامحني تفضل. يعني انت غدوه وانا واي انسان مرشح للانتخابات باش يحصل رضاء الجمهور. هذا ما معنى نظام جمهور، رضاء الجمهور عليه باش يطلع يحكم. اما كي يطلع يحكم راهو يحكم وفق اراده الشعب، مش وفق إرادة من تظنه أنت معناتها قدوة في الدين مثلا، ولا محلل ولا مفتي ولا فهمنا بعضنا بقى. شوف جاوبنا بقى خاطر الدستور واحسن مثلا هذا. اي شوف اجا نقول لك انت وقت اللي تحكي وفق مفتي ولا وفق، انا نستشير الطبيب في امور الطب، نستشير الفلاح في امور نحكي على الدولي بالحكم، لا نحكي على السياسه، القوانين. شوف على مصدر القوانين اللي باش تحكيها، لا نحكيو حتى على الدوله العلمانيه. تأويل القضيه دولة علمانيه، مش دولة علمانيه، حد الدستور مش دولة علمانيه. الدولة مدنيه، هوية عربية إسلامية مدنية في إطار هوية عرب، في إطار لا تقوم على الهوية، لا ماهيش قائمة أساس على الهوية، هي في إطار الهوية العربية الإسلامية. وهذا نقطة الاختلاف ما بين الدولة المدنية بالمفهوم الحديث للمعنى والدولة المدنية اللي هما عطوها غطاء دولة مدنية وهي في الواقع ما هيش دولة مدنية. فنتصور إذا كنت من طبيعة معناتها بربي اختصر سيدة سامية، الوقت يجري وعندنا ضيف رئيسي باش نرجعوا له. هو راهو يعني شرع ربي بالله سامحني، شرع ربي يتطابق مع كل زمان ومكان. يعني احنا نغيروا لكن هو ربي سبحانه وتعالى يعني القوانين. انا وقت اللي يعني انا ناتي بالبديل، نجيبوا البديل، يعني نجيبوا احنا وقت اللي باش يكون قانون معين هاو هذا وهاو هذا ونختاروا الاصلح للبلاد وللعباد. تختار الاصلح حسب ماذا؟ شو المرجع نتاعك للاصلح؟ طبعا مع الحفاظ على المرجعيه والهويه العربيه الاسلاميه، مع احترام الدستور. فيني تو مع احترام الدستور، هذا ايش حبيت نقول؟ هي احترام الدستور، لكن شوف ضوابطك الدستور وفما زاد ضوابط اخرى. ضوابط الهويه العربيه الاسلاميه ما تنجمش تتجاوز في الدستور. فوق الدستور اللي هي الدستور، هذا السؤال فوق الدستور، هذا سؤال في الدستور.